وحشتوني كتير يا حبايب قلبي. النهارده بقى جايبه لكم ايه طريقه القمح في البيت. طريقته سهله وبسيطه وحلوه جدا، واحسن ما بتشتريه من بره والكلام ده كله. انت عارفه انت بتعمليه ازاي ونضافته ازاي. اول حاجه انا جايبه دوت كان ربع كيلو، ماشي، بس هو ما شاء الله كتير يعني. جبته ونقيته حلوه قوي 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 من اي حاجه فيه، وبعد كده غسلته مره واتنين وتلاته واربعه لغايه لما حسيت ان الميه بتاعته بقى ايه خلاص بدات يعني نتفت شويه كده. سيبته بقى ايه منقوع شويه، ده 3 ساعات اتنقع 3 ساعات. وبعد كده هو في تكايه تانية حلوه قوي عايزه اقول لكم عليها، دي زي بتاعه العربيات اللي احنا بنشتري منها البليله. الرز ده مش قادره اقول لكم بيعمل ايه، جميل جدا 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 وبيربط القمح. الرز ده يا حبايب قلبي بتاع مثلا 3 معالق رز كبار حطيتهم، ماشي اهو شايفينه، حطيته ونقعته في الميه كده نص ساعه. يلا نشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي. كده انا قلت لكم نعمل ايه. التكايه بتاعت الرز ديت اختياري بس تحفه 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 في القمح. صدقوني انا ما بقولش حاجه غير لما بكون مجرباها، ودوت من محل هو اللي قايل لي على التكايه الجميله دي. يلا يا حبايب قلبي نشوف هنعمل ايه، خليكم معايا حبايب قلبي. وجبت حله وغليت فيها ميه، ماشي، وهنصفي الرز وهنحطه اول حاجه، هنحطه قبل القمح. بسم الله اهو، ماشي. دول 3 معالق رز تقريبا، بيدي حاجه روعه كده وجمدان في قلب الايه مع القمح. ماشي يا حبايبي، هنديها تقليبه بسيطه خالص كده اهو اهو. وهنزل بقى بالقمح بتاعنا بعد ما نصفيه من الميه بتاعته خالص. يلا يا حبايب قلبي، بالله عليكم ما تنسوا دعمكم بقى ليا يا حبايبي، وما تنسوش كده تدعولي وادعولي ربنا يشفيني، عشان انا خلعه ضرسي والدنيا بايظه معايا، والحمد لله عامله جراحه وخياطه وكده، الحمد لله على كل شيء اهو. ماشي يا حبايبي، ادي القمح بتاعنا اهو حطيناه. هنسيبه بقى ايه يغلي نص ساعه على نار هاديه. بصوا الرز ما بقاش باين قوي ازاي في القمح، شايفين الجمال؟ ماشي، هنسيبه كده لمده نص ساعه على النار، على نار هاديه. وبعدين هقول لكم التكايه التانية لما نرجع لها. خليكم معايا، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي، وما تنسوش الدعم بتاعي. كده بقى يا حبايب قلبي، بعد ما فضل نص ساعه على النار متواصله على نار هادئه خالص، ماشي يا حبايب قلبي. كده انا هطفي العين اهو، ماشي اهو، طفيت العين كده خالص. هنغطيه بقى وهنسيبه لغايه لما يتفشر كده ويبقى يعني حلو كده، وان احنا نقدر بقى ايه نقدمه مع اللبن والسكر. خليكم برضو معايا يا حبايب قلبي، هوريكم التكايه التانية بس لما يتفشر. بس هيقعد بقى شويه قبل ما ايه احنا هنطفي عليه خالص كده وهنسيبه بقى براحته، يقعد ساعه ساعتين. لما يفشر كده هبقى اوريكم يا حبايب قلبي، خليكم معايا يا حبايب قلبي. رجعت لكم تاني بعد ما الايه البليله بتاعتنا استوت خالص اهيت. هنزل عليها بقى ايه بالسكر. السكر ده بقى على حسب رغبتك انتي، بتحبيه مسكر بتحبيه دلع، على حسب. انا مش هحط برده كتير اهو، جربي وشوفي اهو. هنقلب كده تقليبتين اهو ونشوف دوقي على قد ايه اهي. لا عايزه شويه كمان اهو بس اهو. شايفين الجمال بتاعها بقى عامل ازاي؟ تفتح النفس والله. دي تفطري بيها، تاكليها في اي وقت، محدش ايه يعني. دي فطاره بص غنيه عن اي حاجه، تعملي رجيم تعملي اي حاجه كده. انا حطيت السكر يا حبايب قلبي. هنزل بقى باللبن بتاعنا كده بالقشطه كله اهو، بسم الله. ماشي يا حبايبي، بس كده كده بتاعتنا البليله الجميله بتاعتنا استوت اهيت وزي الفل وتتاكل. يعني مش قادره اقول لكم على جمالها بقى بجد، هتتاكل كده اكل. شايفين اللبن ما شاء الله جميل ازاي، والقشطه بتاعته بصوا القشطه، شايفين يا حبايب قلبي؟ يا رب بس تكون ايه الطريقه عجبتكم، تكون سهله وبسيطه وما كنتش طولت عليكم الفيديو يا حبايب قلبي. هغرفها واوريها لكم.
كده بقى يا حبايب قلبي بعد ما غرفنا البليله بتاعتنا الجميله التحفه. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وسهله وبسيطه. والله الرز ده اختياري طبعا يا حبايب قلبي، بس انتوا شايفين اهو، بصوا جماله مش باين ومش هيبان في الطعم ولا في اي حاجه خالص. وبالله عليكم يا حبايب قلبي ما تنسوش تدعموني، وما تنسوش تدعولي، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ومحتاجه دعوه منكم جدا ان ربنا يشفيني يا رب، ويزيح عني انا وكل مريض يا رب، ويشفي والدتي ويشفي جوزي ووالدي، ربنا يخليهم لنا يا رب كده وما نتحرمش منهم ابدا، ونخلي كل ام واب. وتكون الطريقه سهله وبسيطه، وممكن تعملي منها دلوقتي عاشوره، اللي عايز يعمل منها عاشوره. طبعا عايزين الطريقه اقولها لكم، يعني اكتبوا لي في الكومنتات وانا اقولها لكم على طول ان شاء الله العاشوره بتتعمل ازاي. وان شاء الله قريب هنزلها لكم منها برضو، هعملها انا كده ان شاء الله. بس بالله عليكم ما تنسوش بقى ايه، تقولوا لي في التعليقات عجبتكم وسهله وبسيطه ولا لا. يلا يا حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبي في الله.